أهلا بيكم في تالت حلقة من بودكاست دقيقة تنقذ حياة. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن إزاي تتصرف صح أول لما تشوف مصاب، والنهاردة هنتكلم عن ترتيب الأولويات وطريقة تفكير لازم تبقى ثابتة في دماغك، اسمها ألف ت نون: أمان، تنفس، نزيف. في الإسعافات الأولية مش كل اللي يبان خطير هو الأخطر، زي جرح بينزف وشكله يخض، لكن شخص مش بيتنفس ده أخطر حتى لو مفيش دم. وعشان كده الهلال الأحمر بيعلمنا نمشي بالترتيب مش بالإحساس. الأولوية الأولى الأمان، ودي اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت، وقلنا سلامتك أولاً بعدين سلامة المصاب، لأن ببساطة لو المكان مش أمان مش هتعرف تنقذ المصاب، ولو اتأذيت هيبقى عندنا 2 مصاب بدل 1. الأولوية التانية التنفس. بعد الأمان اسأل نفسك سؤال واحد بس: هل المصاب بيتنفس؟ لأن من غير التنفس مفيش أكسجين واصل للمخ، وده أخطر عضو في الجسم. عشان كده التنفس دايما يسبق أي جرح حتى لو النزيف شكله مخيف. الأولوية التالتة النزيف. لو المصاب بيتنفس نبدأ ندور على النزيف الشديد، لأن النزيف عدو صامت ممكن يضيع حياة في دقايق. والحل بسيط، وهو ضغط مباشر وبلا تردد على مكان النزيف بشاش أو قماشة نظيفة، وما ترفعش إيدك إلا لما النزيف يخف. آخر حاجة حابين نقولها إن الإسعافات الأولية مش سرعة إيب، دي سرعة قرار. ترتيب بسيط بس ممكن ينقذ حياة: أمان، تنفس، نزيف. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة يمكن توصل لحد محتاجها.